بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر الصحة المدرسية من الأمور المهمة والتي تولي دائرة صحة المثنى اهتمام خاص لهذه الشريحة المهمة في المجتمع. صراحة الصحة المدرسية في دائرة الصحة تتبع إلى قسم الصحة العامة. هناك توجيه من دائرة صحة المثنى من مدير عام بالاهتمام بهذه الشريحة. تم خلال النصف الأول وقبل بداية العام الدراسي زيارة المديرية العامة لتربية المثنى واللقاء بالسيد المدير العام ووضع خطة عمل متكاملة لخدمة هذه الشريحة. لذلك كان احتفالنا اليوم بهذه المناسبة لأهميتها ولإظهارها للمجتمع. نطالب من خلال الجهات الأخرى الساندة لدائرة الصحة ومنها تربية المثنى، الحكومة المحلية، السيد المحافظ، لاهتمام الأكثر من هذا الاهتمام الحالي بالصحة المدرسية وشريحة الطلبة لأهميتها ولجانبها الوقائي وما تحققه من نتائج جيدة لتنعكس على الجانب الصحي والوقائي لطلبتنا الأعزاء. قامت الفعاليات التثقيفية والتوعية الصحية من قبل قسم الصحة العامة وقطاعات المنتشرة في أجزاء محافظة المثنى، كان على مر السنين السابقة، وكذلك في هذه السنة هي من النشاطات والأنشطة المهمة اللي راقبها مجلس المحافظة لجنة الصحة، وكان دورهم في هذه القضية جيد جدا من خلال خصوصا قضية الصحة المدرسية. كان تعاونهم مع مديرية تربية المثنى تعاون جيد، وتعاونهم حتى مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني كان بالمستوى المطلوب. فبالتالي المفروض انه يكون هناك اهتمام اكبر من قبل الوزاره بمثل هكذا نشاطات، ونقل مثل هكذا فعاليات واضافه تخصيصات كافيه لدائره صحه المثنى قسم الصحه العامه للقيام بواجبها على اكمل وجه. في هذا اليوم ونتيجه لكثره وزن الحقائب وما يشكي من عده الاطفال خاصه في المدارس الابتدائيه لهذا الوزن الثقيل، كان شعارنا في الصحه المدرسيه وشعبه تعزيز الصحه في قسم الصحه العامه لهذا اليوم نهيب بالمدارس والإدارات لهذه المدارس أن تكون الحقيبة وزنها خفيف للطلبة لما يعانون بعد ذلك بعد سنوات من أمراض تصيب العمود الفقري وتصيب تشوهات في الهيكل العظمي. لذا نتمنى من كافة إداراتنا ومعلمينا الكرام أن تكون الكتب والدفاتر وزنها خفيف للطلبة وتكون على الجدول، ولا يطلب منهم كثير من الكتب والدفاتر أو حمل جميع المواد الدراسية لكل يوم.